وصفتنا النهاردة جميلة أوي، هنعمل الكباب أو الكفتة المشوية أحسن 100 مرة من الجاهزة. واللي مجربش الكباب قبل كده محتاجين تجربوه. وصفة موفرة وعلى قد ما هي هايلة لكنها على قد الإيد. بكيلو فراخ مفرومة هتغدي عيلتك بأكلة جميلة وعلى القد، والطعم حاجة تانية خالص. نبدأ مع بعض. معايا فلفل ألوان قطعتهم قطع صغيرة، وكام عود بقدونس قطعتهم ناعم، وكمان بصلة قطعتها صغير، وكام فص توم قطعته ناعم. استخدمت المخرطة، عايزة انعمهم على قد ما اقدر. ما بحبش احطهم في الكبة بيبقى كلهم عاملين زي الطعمية اخدين لون واحد بس، لكن كده بيكونوا متقطعين صغير وواضحين في الكفتة. بنعمهم على قد ما اقدر. بصفيهم، مش عايزة فيهم اي سوائل خالص. تقريبا معايا كيلو فراخ مفروم. زودت عليهم الخضار اللي قطعته قبل كده، وزودت عليهم معلقتين بقسماط. معايا ربع كيلو ليا، وإذا مش موجودة يبقى تستخدمي دهنة من عند الجزار مفرومة برضه. نيجي للبهارات، أي بهارات تلاقيها لايقة على الفراخ، يعني فلفل أسود، توم وبصل، بابريكا، 7 بهارات، كزبرة وكاري. بقلب كل الخليط ده مع بعضه، ويستحسن إن أنا أسيبه ليلة كاملة، وإذا كنتي مستعجلة يبقى سيبيه على الأقل 3 ساعات. نقعت أعواد الشوي قبلها بساعتين عشان ما تتحرقش مني. بصلة صغيرة وطماطم صغيرة فرمتهم في الكبة، وزودت عليهم رشة ملح ورشة زيت ورشة فلفل اسود. دي الخلطة اللي هعبلي فيها ايدي واصبع بيها الكفتة عشان الكفتة ما تلزقش في ايدي. وادخلها فرن على درجة حرارة متوسطة في الرف اللي تحت، وبعد ربع ساعة بطلعها واديها مسحة من الخليط اللي انا صبعتها بيه، واقلبها على الجنب التاني علشان تتحمر وتكمل سواها بعد ما برجعها تاني الفرن. ولما تستوي فحمة بولعها واحطها في بصلة متفرغة قلبها، واحط عليها كام نقطة زيت، واحطها في الصينية اللي فيها الكفتة واغطيها. الطعم رهيب جدا، عايزة اقول لكم حلوة قوي، والطعم والريحة حاجة تانية، احسن 100 مرة من الجاهزة وانضف. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير ان شاء الله قريب، وباي باي.